السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا بفيديو جديد ونتأمل ينال رضاكم. أرلاند مدرب المنتخب العراقي رجع وبدأ يتابع الدوري العراقي من جديد استعدادا لمباراة الإمارات الجاية، مباراة اثنين عندنا، وهو لازم يرجع ويراقب. والمنتخب الإماراتي أتمنى من أرلاند أن يختار التشكيلة الصحيحة ويعرف شلون يتصرف ويا المنتخب الإماراتي. الإمارات يختلف عن السعودية وعن إندونيسيا. منتخب الإمارات هجوميا وخط وسط منظم كلش، عندهم نقاط ضعف وهو في منطقة الدفاع، فأتمنى أن يدرسهم صح ويحط التشكيلة الصحيحة، لأن حقيقة يعني ما أعرف أنا شو أقول على هذا المدرب، والله جاي حيرني. وإن شاء الله هو يدرس المنتخب الإماراتي كل الزين، مو مثل ما طبينا ويا الملحق الآسيوي، ما لا عنده دراسة على المنتخب الأندونيسي ولا السعودي، ولا إذا دارسهم شلون احنا نطلع بشي يعني مباراة ضعيفة كلش المنتخب العراقي. اليوم سمعت عن الاتحاد العراقي، والله ضحكنا هسه. هذا الاتحاد والله تعبان، يعني أضعف وأسوأ الاتحاد مر على الكرة العراقية، والله العظيم. مو يعني قد ما أقول يعني قليل، والله العظيم. فيقول الاتحاد العراقي المدرب أرلاند كان غير موفق في اختيار اللاعبين في مباراة إندونيسيا، ولا كان موفق في مباراة السعودية، ما اختار اللاعب الصحيح. يعني انتم والله العظيم بس ما أريد أحكي، والله تعبتوني، والله راح تخلون واحد ينجلط ما أدري شلون. الله يساعد الجماهير، والله العظيم. هذا كلام الاتحاد العراقي، والله ما أدري شحكي على هذا الاتحاد وما أعرف شو أقول. المهم خلينا نروح على الخبر الثاني. الخبر الثاني مستويات كأس آسيا 2027. يا أخي القرعة بالقرعة المستوى الأول راح تكون السعودية. هسه تقول لي شلون السعودية المستوى الأول غير؟ احنا تصنيفنا الدولي أعلى من عندهم. هسه تجيك في الحاجة انتظر، خلينا نعطيك المستوى الأول والمستوى الثاني وأقول لك ليش السعودية ذول المنتصف الأول راح تكون السعودية، اليابان وقطر وكوريا الجنوبية وإيران واستراليا، 6 فرق. والثاني يجي المنتخب العراقي وأوزباكستان والأردن والإمارات وعمان وسوريا. والمستوى الثالث تعرفون البحرين، فلسطين وكرغستان وأندونيسيا والصين وتايلاند. والرابع مدري الخامس، المهم الرابع يمكن الكويت، وذولا ياهلي راح يلعبون بيناتهم وياهل يفوزوا ويصعد على هاي المستويات. فهسه تقولي ليش تنزل شنو ليش السعودية هم المستوى الأول واحنا بالثاني واحنا تصنيفنا أعلى؟ لأن السعودية هي مستضيفة بطولة آسيا 2027 وخذت مكان العراق، والعراق لازم يلعب مستوى ثاني. يعني انت ليش مستغرب؟ هو الاتحاد العراقي حايط صاير يعني ياهل يجي يعني والله ما يعني نستحي نقول يعني والله العظيم هذا الاتحاد يعني والله راح يجلطني اني والله العظيم. بس المهم فهذا السبب هو احنا راح نكون يعني بالمستوى الثاني. على العموم اخوان، الخبر الورا هذا نادي الاتحاد السعودي الواعيبة والنادي وصل إلى بغداد، وشفتوا أنتم، أنا ما أدق لكم، شفتوا الاستقبال وشفتوا هاي الدراجات النارية وهاي كلها BMW سيارات سود مراقبتهم، يعني الاستقبال ضخم. ما سوونا هيك احنا رحنا للسعودية، فاحنا ليش دائما هيك؟ يلا هسه خلينا نقولها بباب احنا نعمل بأصلنا، احنا ناس كرماء، احنا لايب، بس شوية خلونا هيبة يا اخوان. والله ما أعرف يا أخي، غير المعاملة بالمثل. لو عمي خلنا ندافع عنهم، أقول يلا احنا أهل أصل واحنا أهل كرم وما راح نسوي مثلهم، نعمل بأصلنا. يلا ما نعرف. اوكي. وكان اكو خبر من السلطات العراقية اليوم اللعبة راح يكون اجراءات امنية مشددة، ويهددون كل اللي يخالف بعقوبات وسجن مشينا. ماكو داعي يا اخوان انتم تهددون الجمهور. ليش جمهور العراق هذا ليش تهددونه؟ خوش انا ما جاي افتهم، هم هددوا جمهورهم ولا ما افتهم.
فانتم على كيفكم يا اخوان، على كيفكم يا جمهورنا، والله ما يستاهل، والله خطأ شبع قهر بقهر. الله عليكم، على كيفكم يا الجمهور. المهم بس ان شاء الله التوفيق الى نادي الشرطة قدها وقدود. والله عندنا هذا النادي يستحق التشجيع، ونادي أنا أفتخر به. نادي الشرطة يا أخوان نادي كلش منظم، ومدرب المصري هذا خوش مدرب حقيقة، نادي يعجبني كلش. أتمنى يدرب المنتخب العراقي، يعرف عدة طلع بس ما راح يخلونه شيء أكيد. ما أعرف شنو السبب، مهم أنا أعرف شنو السبب، يعني الاتحاد وهاي الرشاوى والسوالف طبعا ما راح يخلون هذا الرجال. فالمهم خلينا نشوف أرنولد شو يسوي. الخبر اللي وراه راح أحكيكم، أيمن حسين راح يسوي عملية جراحية وراح تطلب من عنده يطلع من الملعب، ما يلعب بالملعب لمدة 4 أسابيع. يعني هسه بالكم تقولون إذا هو مصاب ونعرفه من الأول ووراه عملية، أنت ايش عندك رحت ويا المنتخب؟ ليش استدعيته للمنتخب؟ يعني ما جاي يفتهم اللاعب، لا راح يقدم ولا راح يأخر، ايش عنده رايح ويا المنتخب؟ ليش ما استفيدنا من لاعب ثاني؟ عندنا مهاجمين كلش والله زينين بالنادي، اقول بالدوري العراقي، ليش ما اخذنا واستفادنا من عندهم؟ يعني والله ما جاي يفتهم، جاي يحيرني المنتخب وشغلاته جوا والاتحاد وشغلاته، والله جاي يحيرني، ما جاي يفتهم. ليش ما اخذ ايمن حسين؟ لا تعرف هو غير انت طلعت يا ارنولد قلت بس تجهز 100% تاخذه، جاء المن ما اخذه، المن ما اخذه، ليش ما اخذت لك مهاجم ثاني تستفاد من عنده؟ عجيب غريب، عجيب غريب، والله ما جاي افتهم شلون يتصرفون، ما جاي افتهم. يا اخي انتم لازم تفتهمون، المنتخب مو ملككم، عدنان رجال والاتحاد، هذا المنتخب مو ملككم، ملك الجماهير. يا اخي طلعوا، ما حد يريدكم، طلعوا كافي. شنو هاي بهذله؟ والله العظيم حتى كرامه ما صارت عندكم، كلها تغلط عليكم. والله ما تستحون انتم؟ شنو ما تستحون؟ طلعوا كافي. وانت رايح لي باقي بالسعوديه يا عدنان رجال هالفتره لحد ما راجع، لا طلعت لا شرحت للجمهور شنو صار وشنو ما جاي يفتهم. ضام راسك هناك وتتوسل بالسعوديين وبالاتحاد الاسيوي بكد يخلوك دوره ثانيه. والله هذا السبب انت باقي هناك. وما اعرف، انا قلت لك يمكن هاي مال الملحق الاسيوي انت اعطيتهم اياه، والله على مود تبقى دوره ثانيه. ما معقوله شنو هاي، والله فضحتونا. المهم يعني واسى والله، يعني استغفر الله يا ربي، خلينا نسد هذا الموضوع، والله انا كله جاي اتاذى حقيقه. فيا اخوان اريدكم تشجعون يشجعون انتم، انا ادري الجماهير العراقيه مثقفه ولا تسوون شيء تاثر على الكره العراقيه، وماكو داعي للشغلات الطائفيه او السوالف. انتم والله اسباع وقدها وقدود. انا والله ما انقهر بس على الجمهور العراقي يا اخي، يا اخي والله الجمهور عجيب غريب، والله العظيم يعني فد جمهور راقي ويشجع من قلب يا أخي، والله العظيم. شنو يعني، الحمد لله والشكر عندنا عراقيين قلوبها طيبة، وأنا أتمنى نادي الشرطة يكون يبيض وجوهنا بهاي اللعبة. وهذا بنزيما ما راح يجي، لا شيلون هم ولا هاي، اجى والما اجى طق راسه بالحائط. العراق أكبر من أي واحد، العراق يشرف أكبر من أي واحد. هو وكريستيانو اللي جو ما جو، خلي يولون شو لكم. كل ما تجي بلعبة العراق ومن جنوب النوادي، هذا بيفلاونزا يقولون عليه، هذا وهذا مريض وهذا ما ادري ايش بيه. جيتوا والما جيتوا عزاكم ما جيتوا. بس المهم اخوان، انا اتمنى لكم موفقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندك أي سؤال وتي تستفسر اكتب لي راسلني، واتمنى لكم كل موفقية. بعد السلام أخوان.